اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفنا وضيفنا اللي راح ينضم معنا ان شاء الله لاحقا اذا الله فتح عليه. يعني معنا الاستاذ طلال الغامدي مدير المركز الاعلامي بنادي القادسيه. مساء الخير طلال. مساء الخير زميلي تركي ومساء الخير المشاهدين الكرام. شكرا لوجودك معنا، شكرا لقبول المشاركه. يشرفني وهذا اول ظهور لي عبر برنامجكم المميز. الله يخليك. راح ينضم معنا ان شاء الله كابتن حاتم خيمي في بس مثل ما جهزت الامور يعني ان شاء الله في جده ينضم معنا في الحلقات. طلال خلينا نبدا معك او قبل ما ابدا معك في موضوع مهم امس احنا تكلمنا فيه في برنامج كوره فيما يخص حسين عبد الغني ومداخله عضو الشرف الاتحادي العمري في برنامج مساء الرياضيه في القناه الرياضيه السعوديه. في موضوع احنا قدمنا معلومه كانت معلومه منقوصه وحق أو يحق للإخوان في القناة الرياضية أنه إحنا نوضح الصورة كاملة لأنه هذا جزء من حقهم. كان في المداخلة مطالبة من عضو الشرف الاتحادي بأنه إرسال حسين عبد الغني إلى مستشفى شهار. طبعا مستشفى شهار اللي يتابعونه من خارج المملكة هو مكان لمعالجة الأمراض النفسية شفى الله المرضى المسلمين جميعا، وقالوا انه حسين عبد الغني يجب ان يتواجد في ذلك المكان. حسين علق على الموضوع. المعلومه النقص اللي احنا ما قدمناه انه الزملاء في القناه الرياضيه بقياده الاستاذ عادل عصام الدين يعني استاذنا كلنا واخونا الكبير وقت المداخله هذه قطع الاتصال ورفض تماما الحديث من عضو الشرف الاتحادي. حتى الزملاء اللي كانوا موجودين في نفس البرنامج في برنامج مساء الرياضيه رفضوا هذا النوع من الطرح اللي وجدوا فيه تجاوز لحدود حرية التعبير عن الرأي. يعني حرية التعبير عن الرأي تقف عند التجريح والإساءة، وهذا اللي ارتأوه الزملاء في القناة الرياضية وقطعوا الاتصال ووجدوا أنه الموضوع بدأ يخرج عن إعطاء وجهة النظر. فكان لازم احنا نوضح اليوم أنه هذا الموقف اللي صار بعد المداخلة، أنه أمس احنا قلنا أنه كان في مداخلة وحسين علق على هالموضوع وما قلنا وش اللي صار، فممكن الناس تفهم بأي طريقة من الطرق أنه والله الزملاء في القناة الرياضية عجبهم الكلام وخلوا الرجل يكمل كلامه. لا، كان في موقف حازم في هذا الاتجاه. حبينا نوضح هذا الموضوع اليوم عشان تكون الصورة واضحة، لأنه المعلومة اللي قدمناها أمس ما كانت كاملة وحق الناس علينا نحن نوضح الموقف إذا نقلنا معلومة من أي وسيلة إعلامية. في موضوع حسين عبد الغني آخر شيء صار اليوم الرجل توجه للشرطة، أخذت أقواله، تم تحويله هيئة التحقيق والدعاية العام، أخذت أقواله، ثبتت أقوال حسين عبد الغني، وأيضا القضية المرفوعة من جانب حسين عبد الغني ضد مشعل السيد، لأنه صارت في قضية مقابل قضية، وتم إخلاء سبيل حسين عبد الغني طبعا بكفالة كإجراء قانوني. طلع في البداية أنا دائما أو الجميع إحنا كوسط رياضي نتفق جميعا على عدم المساس المساس الشخصي أو كما يسمى بشخصنة الأمور. إحنا مهما غلط حسين، مهما صار من حسين أو أي لاعب، لا يمكن الأمور تتطور إلى ما يسمى بالقذف. هذا يسمى مهما اتهم عضو الشرف الاتحادي أو الزملاء النقاد أو الإعلاميين، لابد أن الشخص يكون انتقاده في حدود الشيء المعقول ولا يطلع عن الإطار اللي هو مطروح في الوسط الرياضي، حتى لا يكون الوسط الرياضي وسيلة لتصفية الحسابات. فما وصف به حسين عبد الغني رغم اللي حصل أعتقد أنه شيء مؤسف وشيء لا يمكن أن أحد يرضى على نفسه قبل ما يكون حسين ما حد يختلف عليه. نعم هناك خطأ، لكن لابد أن نعرف ماذا يعني إحنا عرفنا جهة إيش التفاصيل. إحنا أخذنا جهة مشعل السعيد، لكن حسين عبد الغني ما ندري شو اللي حصل وش الأسباب اللي حصل. حتى لو كان في سوابق حسين عبد الغني لا يمكن أن نتعدى الإطار المحدد اللي هو الانتقاد. أنا أعتقد أن في ناس يستغلون اسمهم أو يستغلون وضعهم كنقاد أو كرياضيين أو كأعضاء شرف للوصول إلى هدف أو ما يسمى بالشهرة على حساب ناس لهم سمعتهم لهم شرفهم لهم كرامتهم. فمهما صار لابد أن يكون الانتقاد في إطار الوسط الرياضي ولا يطلع لأمور لا تصلح للرياضة وتمس اللاعبين وكرامتهم. اللي صار في موضوع حسين عبد الغني، طبعا حسين راح يكون متواجد معنا بحسب حديث الكابتن حسين بالأمس، راح يتواجد معنا يوم الثلاثاء للحديث حول هذا الموضوع. في ناس تقول لك إنه هذا الموضوع مش رياضي، الموضوع شخصي خارج الملعب، المفروض إحنا ما نتطرق له. كيف ممكن الإعلام الرياضي ترى يتعامل مع هالموضوع؟ يعني يتجاهله ولا يناقشه ولا كيف ممكن تتعامل معه؟ خصوصا أن الموضوع يبدو أنه بدأ من الملعب، يعني واضح أنه في شيء صار بين اللاعبين في الملعب وتطور الموضوع إلى خارج الملعب. عموما الموضوع يعني أشبع طرح من جميع القنوات ووسائل الإعلام والتواصل. أعتقد أن حديث الأسبوع
من بعد مباراة النصر والاتحاد هو حادثة حسين عبد الغني ومشعل. طبعا حدث كرياضي لا يمكن أنه يترك بهذا الشكل، خاصة كسبق إعلامي. احنا لاحظنا جميع تغطيات الصحف وجميع القنوات الفضائية تحصل على السبق. هناك أخبار متواترة من صحتها من عدمها، لكن أعتقد أن الإجابة الكافية ستكون لدى حسين. حسين عبد الغني ما سمعناه اليوم ستكون قضيته، يعني اعتقادي أنا بتكون بين خيارين: يا خيار قبول الدعوة ضده من مشعل السعيد، وهذا يعتمد على التقرير الطبي الذي سيكون الذي أخذ اللاعب مشعل السعيد، أو أن حسين يقيم دعوة مشابهة أو مضادة كما عرفنا بالقذف وما قذف، وسيكون الحكم فيها طبعا اللي هو المحكمة والقسم. ومتى ما أدى القسم حسين ستحفظ القضية طبعا إذا وصلت المحكمة، وأعتقد أن هذا هو السيناريو الأخير، بس القضية ستكون يعني نهايتها الحفظ، يعني لن يكون هناك أي شيء. أنت تتوقع الموضوع ممكن يحفظ؟ أنا أتوقع حسب اللي صاير الآن أن حسين تقدم بشكوى ضد مشعل السعيد، أن هذه النهاية ستكون بهذا الشكل. طيب.